السلام عليكم الاخوات، كي راكم هانيين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات مالحين بالدجاج والخضار، حشوه كتجي بنينه بنينه بزاف. ما عليكم اخواتي غير تبعوا الفيديو، فعلا كيستحقوا التجربه، كيجيو رائعين هاد البريوات هادو. فندوزو نشوفوا الطريقه ديال التحضير بسم الله على بركه الله. وانتم كتفرجوا اخواتي ما تنسونيش بواحد اللايك على الفيديو. من طبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو، كيف ما كتلاحظوا عندي هنايا الصدر ديال الدجاج. بالنسبة للصدر ديال الدجاج يعني من طبيعة الحال كنكونوا غاسلينه من قبل بالملحة والحامض، يعني كنكونوا مرقدين الدجاج ديالنا في الملحة والحامض. صافي غادي نقطعوه هكذا طريفات صغيورين. بالنسبة للكمية ديال الدجاج كديروا على حسب يعني القياس اللي غادي ديروا ديال البريوات. صافي كنقطع هاد الصدر ديال الدجاج، كنقطعو طريفات صغيورين بهذا الشكل هذا. ممكن تعوضوا الصدر ديال الدجاج بالصدر ديال لادانت، المهم اللي متوفر عندكم. صافي كنقطعو بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ مقيله سبق لي وقطعت فيها حبه ديال البصله كبيره مشلده رقيقه، وغادي نوضع عليها هاد الصدر ديال الدجاج، وكنضيف شويه ديال الزيت. صافي وغادي نوضع المقلاه ديالي على النار، كنخلي داك البصيله وقطع ديال الدجاج كيتشحروا شويه، غير كتنزل ديك البصيله عاد غادي نزيد عليهم الخضر. ها نتوما كتولي بهذا الشكل هذا، يعني كنديرها على عافيه مهيله. غير بلا ما وجدت الخضيره ديالي، يعني كنحك واحد الحبه ديال صغيره، حبه صغيره ديال القرعه، وعندي كذلك حبه ديال الجزر. عندي الفلفله، بالنسبه للفلفله كانت عندي ديجا مقطعه في المجمد. غادي نقطع واحد سنينف ديال الثومه، غادي نقطعو غير هكذا بالموس. بغيتو تحكوه كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا 2 سنانف ولا 3 المهم على حسابكم. انا غادي نضيف غير سنينف واحد ديال الثومه. ممكن كذلك تستعملوا الثوم بودره الا كانت متواجده عندكم. صافي كنخلي داك الخضيره شويه غير كتبدا كتنزل بهذا الشكل هذا، داك الفلفله كتطلق راسها. وكنضيف التوابل، كنضيف شويه ديال الملحه، تقريبا واحد نص معلقه صغيره. الملحه دائما كديروا على حسب الذوق ديالكم بطبيعه الحال. كنضيف تقريبا معلقه صغيره ديال السكينجبير، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر اللي هي البابريكا، وكنضيف تقريبا نص معلقه ديال الخرقوم اللي هو الكركم. كنضيف معلقه صغيره ديال مسحوق الفلفل الاحمر الحار، ممكن تعوضوه بالهريسه، اولا اللي ما كيبغيش الحار ممكن تستغناو عليه مره ما تضيفوش. كيجي داك النسمه هكذا ديال الحر، ما كيجيوش حارين، كيجي غير داك النسمه هكذا ديال الحر، كيجي صراحه زوين بزاف. صافي كنخلط مزيان، وكنخلي هاد الحشوه حتى يعني القطع ديال الدجاج والخضر كيدخلهم الطيب حتى كيطيبوا بهذا الشكل هذا. في هاد المرحله هذه كنضيف واحد معلقه كبيره ديال صوص الصوجا. وغادي نضيف الفيرميسيل اولا الشعريه الصينيه، سبق لي وكنت دايرها يعني في الماء سخون، مرطبها في الماء سخون، كنخليها حتى كتطلق، من بعد كنصفيها كنخليها كتقطر مزيان من داك الماء. وغادي نضيف الزيتون الاخضر والزيتون الاسود مقطع رقيق بهذا الشكل هذا. غادي نضيف المعدنوس، كنضيف غير المعدنوس ما كنضيفش القزبر. كنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال المعدنوس. غادي نضيف واحد الضامه ديال الحوت، الا كانت متواجده عندكم العطريه ديال الحوت كتضيفوها، كتجي صراحه زوينه بزاف. وكتزيدوا حتى واحد المعلقه ديال لاموطيغ، انا صراحه ما متوفريش عندي بجوج فضفت هاد الضامه هذه. صافي وغادي نخلط الكل جيدا. هاد الحشوه هذه فريمون كتجي لذيذه لذيذه بزاف. الا كانت عندكم كيف ما قلت لكم داك
العطريه ديال الحوت كتضيفوها كتجي بحال راكم كتاكلوا البريوات ديال الحوت. كيف ما لاحظتوا وضعت هنايا قطع ديال الحامض مصير، حط ريفه ديال الحامض مصير، ضفت غير داك اللب ديالو وضفت معلقه صغيره عامره مزيان ديال الكمون. صافي كنخلط مزيان وكنخلي هاد الحشوه تقريبا غير واحد 3 ديال الدقائق ولا 2 دقائق. داك الفيغميسيل كتشرب العطريه صافي وكنطفي عليها. صافي في هاد المرحله هادي كتكون واجده، غادي نطفي عليها النار. ما شاء الله هاد الحشوه هادي كتجي بنينه بزاف، غير جربوها فعلا كتستحق التجربه، كتجي رائعه. صافي غادي نخلي هاد الحشوه هادي جانبا كتبرد، وغادي ناخد هنايا الورقه عندي الحجم ديال الورقه كبير بهذا الشكل هذا. غادي نقطعها كما شفتوا. انا ما عنديش كميه يعني كثيره، ما غاديش ندير عفوا كميه كثيره ديال البريوات. عندي الورقه كبيره، غادي نقسمها على 3 بهذا الشكل هذا، وغادي ندير الحبات ديال البريوه يكونوا كبارين. هانتوما كنقسمها بهذا الشكل هذا. غادي نقطع ديك الجوانب على هذا الشكل هذا. بغيتو ديروها صغر من هكا كيبقى لكم الاختيار. انا غادي ندير الحبات ديال البريوه كيكونوا كبارين. صافي كناخذ هنايا زبده مذوبه وكندهن داك الشرائط ديال الورقه، كندهنهم غير دهنه خفيفه. صافي وكنوضع الحشوه، كندير تقريبا واحد معلقه ونص كبيره عامره مزيان، لان كيف ما قلت لكم البريوات يعني كبارين. صافي وكنبدا كنطوي بهذا الشكل هذا، كنطوي يعني اليمين ثم اليسار بهذا الشكل هذا. صافي وداك فاش كيبقى لي داك الجنيب هكذا في الاخر ندير شويه ديال العجين دقيق مع الماء. صافي وكنلفو. ممكن تضيفوا يعني البياض ديال البيض او لا صفار ديال البيض، كيبقى لكم الاختيار. صافي وكنطوي البريوه ديالي بهذا الشكل هذا حتى كنسالي يعني هاد الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. من بعد ما كنساليهم كندهنهم مزيان بداك الزبده اللي مذوبه، كندهنهم كاملين يعني من الجهتين. وكندهن اللاطه ديالي ممكن تفرشوا فيها ورق الزبده. صافي وكندخلهم للفران، كنخليهم كيطيبوا كيتحمروا حتى كيتحمروا مزيان وكياخذوا لينا داك اللوين يكون ذهبي على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. ما شاء الله كيجيو اللوين ديالهم ذهبين، كيجيو رائعين مقرمشين ولذاذين بزاف. فريمون كيستحقوا التجربه. نتمنى اخواتي تجربوهم، يعني كيجيو زوينين بزاف، ساهلين بزاف التحضير ديالهم. تحضروهم في فطوركم كيجيو واعرين بزاف. هانتوما اخواتي شوفوا لي ما شاء الله الشكل ديالهم كيجيو صراحه زوينين بزاف. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع حبابكم صحابكم الناس اللي كتعرفوا. اللي كيشاهد القناه ديالي اول مره، ما عليكم غير تشتركوا في القناه وتشغلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات ديالي فضلا وليس امرا. انا غادي نقطع معكم وحيده ولا غادي نحل معكم وحيده. شوفوا لي ما شاء الله القرمشه ديالهم كيجيو مقرمشين صراحه، واعرين ولذاذين لذاذين بزاف. نتمنى تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. يعجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايكاتكم تعاليقكم زوينه والمحفزه على الفيديو. اللي باقي كيشاهد الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم، مع فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم.